السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. كل سنة وانتم طيبين. عايزين بقى نعمل غدا كل يوم، بقى مواعيد لحمة بقى كل يوم هنعمل لحمة. فدي عندي حتة ريش، قلت بقى اعملها طاجن ورق العنب. ايه، وندخله في طاجن كده. بص، دي حتة ريش صغيرة لان انا كنت جايبة ريش. بس ايه، جيت اسلكها كده فطلعت حتت صغيرة. قلت خلاص ايه، اخدها استغلها. يعني ايه، عشان دي لو انا مثلا حطيتها في الشوي وبتاع ممكن إيه تتلسع يعني عشان صغيرين. فقلت استغلهم في ان انا اعمل طاجن ورق عنب. خلاص. فالمهم حطيت ملح وفلفل كده اهو. انا مش هعمل فيهم غير كده. يعني انا عايزاه ياخد طعم الورق العنب، فمش هعمل غير كده، ملح وفلفل كده وخلاص. حط حته سمنه بقى على النار وهنبتدي نديها لون. بص كده، خلاص ملحتها وعملت لها بس ملح وفلفل، مش عايزه اكتر من كده. تمام كده، خلاص تبلتها حته السمنه بقى وننزل ايه. هديها لون بس. انا مش عايزاها تفقد السوائل اللي فيها عشان تبقى طريه. اهو. بصوا، بتاخد لون بسرعه. صدمه بس يعني بسيطه كده، بس كده. وطبعا لانها من الريش فبص تلاقيها ايه، مش هتاخد سوا يعني. ممكن بقى لو عندك استيك مثلا، او عندك لحمه مثلا قطعيها شرايح كده بسيطه. بس انا قلت دي اسلكها من الريش الكبيره يعني اللي عندي للشوي وكده. وبقى الورق عنب باللحمه الضاني بيبقى رهيب بصراحه. خلاص جبنا بقى الطاجن، هنحط تحتيه بصل وقوطه كده. انا بقى الورق العنب ده حشياه قبل العيد مثلا بحوالي 7 8 ايام. وانا صايمه كده جبت كيلو ورق عنب وقعدت حشيته وحطيته في الفريزر. ولا بيجرى له اي حاجه. بيقعد كده في الفريزر شهر محشي. بصوا ما يجرالوش اي حاجه. هوريهولكوا دلوقتي. بس بقى هنرص بقى القطع اللحمه كده اهي. طبعا هي بقى بعضم فهت ايه. تمام كده. بصوا بقى هوريكم الورق العنب. يعني عادي احشي الورق غير الكرنب، يعني الكرنب مدته اسبوع محشي مثلا. انما الورق العنب بيقعد شهر. ما بصوا انا كده مخرجاه من الفريزر. بصوا هحشيه اهو ولفاه بستريتش راب كويس قوي. وهبتدي ارصه بقى اهو. بصوا ولا يجراله اي حاجه. اهو. اي طبق، طبق فويل، طبق عندك ما بتستخدموش كتير. بس اهو بصوا. هبتدي بقى ارص الورق العنب. هنملى بقى الفراغات الاول عشان الرصه ما تقعش، وبعدين هبتدي ارصه بالطول وامشي بقى دواير عليه بسيطه يعني. آه انا دايما كده اجيب كيلو ورق العنب، دايما يعني على طول اجيب ورق العنب الكيلو واحشيه واحطه في اطباق في الفريزر. اطلعه على طول على السوا. فاهمين يعني ايه؟ طبعا غير اللي احنا مخزنينه سوا ده خلاص احنا مخزنينه. لكن طول ما الورق العنب موجود اجيب الكيلو، اقعد احشيه كده وانا رايقه كده مع نفسي، واحطه في اطباق واشيله في الديب فريزر. اشيله بقى في اطباق فويل، اشيله في اي اطباق. المهم تلفيه بلاستريتش راب وتشيليه. ولا بيجراله اي حاجه. انا طول عمري بعمل كده. اطلع ارص على طول، سواء في طاجن سواء في حله. اتزنقت حد من الضيوف، حد طب عليا مثلا، يا دوبك بخرجه كده من قيمه ما اعمل اي حاجه وهوب لانه ما بياخدش وقت. انت مجرد ما تغسليه في الهواء بص تلاقيه على طول بيفك. وبعدين انا مش شايلاه. مش لازم يبقى طري، هم بس يبقى فكك من بعض عشان ما يتكسرش. وبروح حطها خلاص ولا بيجرى له اي حاجه. بيفك لي ازمات كتير بصراحه. ساعات حد يطب علينا من البلد، حد يضيف مهم، حد يقول لك انا جاي اتغدى معاكي على غفله مثلا. اروح على طول مطلعه الطبق واروح رصاه في حله وشويه بفتيك شويه بانيش اي حاجه بقى. لو انا ما عنديش يعني.
بيحل لي ازمه بصراحه. معلش اعذروني عشان تقريبا انا عندي برد من التكييف مبهدلني، معلش. واحد بيخش المطبخ في السخن ويخرج في التكييف الساقع ويخش في السخن بيعيا. اهو ابتدي بقى ارص، انا رصيت بالطول، ابتدي بقى ارص دواير دواير كده حوالين بعضه لغايه ما اخلص الكميه كلها. اهو خلصنا الكميه كلها تمام. هنجيب بقى ايه الطاجن ده، خلي بالكوا غويط يعني. الشوربه اهي بقى، وهنزل بقى اسقي. طبعا الطاجن غير الحله، يعني الطاجن ما تمليش الشوربه على الاخر، لا، طاجن غير الحله، الفرن غير الحله. ده ورق لورا. الفرن غير الحله، يعني في الحله ممكن تحطي شويه ميه كمان، الفرن لا. هنغطيه بورق فويل ونحطه بقى على نار على نار عاليه في الشبكه اللي في الوسط بس. تعالي بقى ايه الناس اللي بتقولوا، في واحده بعتت لي قالت لي الملوخيه على طول عندي بترقد مني. اولا الملوخيه ليها تكه، اوعي تنعميها على الاخر، في نفس الوقت ما تسيبهاش خشنه. بصي كده، لا هي ناعمه قوي ولا خشنه قوي. الشوربه بنحط عليها تومه وحبه كزبره، وكان عندك مرق الدجاج ماشي، ما عندكيش خلاص. وبمضرب تغلي الشوربه واقفلي عليها، اوعي تحطي الشوربه، اوعي الملوخيه تغلي، لو غليت هتسقط وتغمق كده، تفضل لاخر طبق عندك خضره. وفي نفس الوقت لما تيجي تسخنيها اوعي تسخني الحله كلها، خدي في طبق وسخنيها. هي دي تركات الملوخيه، تفضل عندك لاخر طبق، لا هي ساقطه ولا تغمق. وحطي تومه محترمه وشويه كزبره، وحطيها على النار بقى بالايه، بحته السمنه بتاعتها، سمنه وزيت براحتك. طبعا احنا التومه اوعي تحمريها قوي عشان بتمرر، يعني بصي يا دوبك يبقى لونها دهبي حلو كده، وهنروح نازلين عليها اهو. بصي بقى، هتفضل كده لاخر طبق معاكي، لو قعدت يومين ثلاثه هتفضل بالمنظر ده، مش لا هتغمق ولا اي حاجه. تعالي بقى بصي الورق العنب، بصي يا ستي، هنسمي الله كده وهنشيل ايه. انا مش عارفه رحت اعمل ايه ورجعت بصراحه. اهو بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هنجيب الطبق كده نسمي الله ونقلب اهو بسم الله. شفت الدخنة، بسم الله ما شاء الله، حاجة كده واو بصراحة. بصوا تحفة. عملنا والملوخية جنبه بقى اهي. بصي لحمة مستوية هرت اهي، او استيك لو انت ما عندكيش طبعا لحمة. بصي والورق العنب استوى خالص والملوخية. كل سنة وانتم طيبين. اوعي تنسي تحطي لايك